صباح الخير عليكم المشاهدين الأعزاء، كنسجل لكم هذا الفيديو في الصباح. المهم صباح الخير. غير ندير المونتاج، اما انا صيفت هاد البارح يعني صيفت نهار الجمعة. المهم نبداو المقادير: كيكة باللوز والشوكولات كتجي زوينة جديدة، 5 البيضات هنا، شوفهم 5 البيضات. المهم غنطربوهم مزيان، نديرو معاهم شوية الملح، نطربوهم مزيان مزيان، نطربو باش الكيكه تجي يعني تجي مفخفخه. المهم كاس ديال السكر ديال السنيده ديال العنبه، كاس العنبه كنعبرو بكاس العنبه باش تدو العبار مزيان. ديروا كاس العنبه اللي عندكم. لا المهم كاس كيكون بحالو يعني ديال العنبه، بحال ديال العنبه. كاين ما كيكونش عنده ديال العنبه، بحالي انا ما عنديش ديال العنبه ولكن عندي بحالو. انا فاتش عندي كاس العنبه وعبرت فيه، عندي واحد الكاس محتفظه به انه باش يبقى ليا العبار. المهم غادي نطربوه مزيان، وكندير درت شويه الملحه كما قلت لكم، درت السنيده ونطربوه مزيان 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 حتى كيولي اللون ديالو ابيض. عرفتو راه تقريبا هنا ساعه وانا تنطرب فيه حتى كيسخن ليا سميتو. كنحبسو عاود حتى كيبرد عاوتاني كنبدا. فهمتو؟ ماشي زدت الوقت بزاف. المهم هنا عندي كاس ديال اللوز، غسلته وحمرته في الفران، حمرته باش يطحن ليا. ضروري اللوز تغسلوه، اللوز كيكون مسخ، يكون عامر بالغبره. غسلته مزيان ونشفته ودرته في الفران سخن. غنزيد واحد الدانون، انا درت ديال هذا ديال سميتو، كلكم ديروا ديال البنان. درت ديال الفانيلا. المهم كرطوه مزيان، ما نخليو فيه والو، ما نضيعو والو. شويه اللوز كان انا تا هو نزيدو، كان في الكاس وصافي. كنكمل التطراب. نتوما غادا معاكم دقه دقين، تبعوا معايا من الاول لاخر الله يحفظكم باش تطلع لكم هي هذيك، ما تطلعش لكم خاطئه ولا شي حاجه. المهم نطربوه مزيان. تا ما كنبغيش الفيديو الطوال، ولكن الفيديو الطوال ما عندي ما ندير، خرج لي طويل. الا نقصت منه غادي نضيع شحال ديال اللقطات. المهم غادي نجيب هذه ديال شاسيت الشوكولا المر. انا غندير غير وحده، تقريبا معلقه ونص كبيره اولا معلقه كبيره. تبعوا معايا المقادير لان مازال غنزيد الشكلاط ومازال غنزيد حوايج اخرين. وما تنسوش ليا لايك، نبقى نفكركم ديروش ليا لايك، ديروا لي لايك الله يرضي عليكم، وشوفوا لي الفيديو من الاول للاخر الله يسهل امركم. راه هادشي كياخذ لينا من الوقت ديالنا، راه سحبتو هادشي كنديرو حنايا غير دايزو صافي. يعني ما كنتش غندير الفيديو، راه نسربكها دغيا وغادي نحيدها. ولكن على حساب باش ندير الفيديو داكشي باش الناس يشوفوا، يعني نحاول ناكد شي حوايج، نبين شي حوايج. فهمتوا؟ ماشي شجعونا نتوما الكاس راه درت غير ما كاملش. المهم النص، قولوا النص احسن. ما تكثروش الزيت، الا بقيتو ديروا حتى 4 كاس ديروا غير 4 كاس. انا الزيت كاع راه كنت ما غنديروش كاع. عفوا. المهم درت النص، سيروا معاه بشويه بشويه. نتوما كنديروا كنطرب، راه طلع تبارك الله، طلع مفشفشه وزوينه.
هادشي بالطراب، هو في الصراحة الطراب راه كياخد لا الضو، ولكن انا كندير هاد الكيكه كنديرها غير مره ما كنديرهاش ديما، لانها كطلع شويه غاليه. المهم فيها اللوز، فيها يعني 5 البيضات، ولكن تاكليها تحسي انك كليتي شي حاجه، ماشي غير كيكه وصافي ديال الدقيق ونوضينات كاعدي. المهم درت كاس ديال العنبه اللي عبرت به اللوز، عبرت به سميتو، عبرت به الدقيق. غنزيد واحد شويه في الاخر، واحد المعلقه تقريبا معلقه كبيره. غادي نزيد 2 خمارات، هانتوما 2 خمارات، ممكن يكون فيهم واقيلا 8 غرام 8 غرام ولا ما عرفت. المهم كيكون فيهم 8 وعاد الا كانوا 2 كيكونوا 16. المهم نتوما راكم عارفين 2 خمارات وصافي، نوضوا عادي ملي تقطعوا راسكم. بغيتو ديروا حتى 3 ديروهم ماشي مشكل. انا حيت درت غير 2 غنزيد واحد شويه الخل. المهم نغربلوهم. عندي واحد تقريبا معلقه ديال سميتو. المهم انا غادا معاكم مرحله مرحله. ما تنساوش لايك، الله يرضي عليكم، الله يسهل امركم، الله يعطيكم داكشي كتمناو في خاطركم. غنزيد واحد تقريبا معلقه ديال سميتها، مشات ليا سميتها. المهم ماشي خميره، ماشي ديك شمس الذره سميتو يقولوا ليها. مشات ليا سميتها. المهم نتفكر نقول لكم السميه ديالها مشات ليا. غادي نضطر ندير غير بشويه. المهم درت الخميره، درت الدقيق، غادي نزيد واحد تقريبا 2 غلاقات ديال ما الزهر. انا زدت هذيك اللي قلت لكم ديال الفورس تقريبا معلقه كبيره. شمس الذره سميتها. المهم جات ليا نتفكر نقولها لكم. درت الماء الزهر، درت الخميره، درت الدقيق، ودرت هذيك شمس الذره. يعني نتوما راه داك الدقيق ديال ممكن ديروا به كريمه داكشي. المهم نتوما راكم تكونوا عرفتوه. مشات ليا السميه ديالو، ممكن نقولوش دقيق الذره ولا غادي نزيد معلقه الخل كما قلت لكم. الخل زوين كيخليها هشيشه، كيعاون الخميره، كيخلي الخميره تفعل مزيان. نشا، انا تفكرت على النشا، ديك اللي زدت قبيله نشا. المهم زدت واحد الدقيق بانت ليا خفيفه، تقريبا درت كاس ونص، نحسبو كاس ونص، لانني زدت الدقيق كنسحب واش باقا حسيت بها بانها باقا خفيفه شويه. هي ما خصهاش تجي قاصحه، ما خصهاش تجي عاوتاني خفيفه بزاف. صافي دابا غادي نديرها في الطاوه ديال الفران. نبدا الطاوه غندير فيها الدقيق حتى هو، درت الزيت غندير الدقيق. متنساوش ليا لايك، الله يرضي عليكم، شوفوا الفيديو من الاول للاخر، شجعونا في هذه القناه، الله يسهل امركم، يعطيكم ما تمنيتو في خاطركم يا ربي، سهل عليكم وعلينا. طبعت الكويسيلاتي. حتى انا كندير لكم مونتاج في الصباح الفطور، وتنصيب لكم المونتاج في الفيديو. المهم صافي دابا غادي نخويها، تراجعت واعره، بينا غير من سميتو ديالها، بينا زوينه، طلعت فخفخه وزوينه، غتجي ان شاء الله زوينه.
شتي كيفاش جات، كتجيش قاصحه بزاف وما تجيش جاريه بزاف، فهمتوا؟ باش ما تجيش مدقصه وداكشي عامره مدكسه بالدقيق. حتى انا مكراش ما نديرش فيها كاع الدقيق، مكراش كون درتها بشي حاجه من غير الدقيق، نديرها باللوز بشي حاجه اخرى، اللوز كاوكاو، المهم شي حاجه ما تكونش دقيق. الدقيق في الخبز، الدقيق في لي باط، الدقيق في هادي، الدقيق في هادي راه بزاف. كسكسو الدقيق، الرفيسه الدقيق، كلشي الدقيق. كون درت فيها الكاوكاو الكوك اللوز ما نديرش كاع حس الدقيق. كيعجبوني ديك الحليوات الصغار اللي كيكونوا مصايبينها باللوز ولا فيهمش الدقيق كاع بصفه نهائيه، ولا بالكاوكاو ولا المهم شي حاجه من غير دقيق. هذا هو الشكل ديالها كيفاش خرجات، هانتوما ملي كطلع مزيان صافي راه طابت. انا كنت شاعله الفران، ملي كنت كنوجد كنت شاعله الفران. دابا غنصايب واحد السيرو باش نسقيها، غندير نيسكافي، درت الماء ونيسكافي، ما غنديرش فيه السكر. اختي ما بغيتهاش تجي حلوه بزاف، انا دايره كاس السنيده، دانون فيه السكر، الشكلاط هو غنزيد واحد اللعيبه ديال الشكلاط حتى هو نشاركو معكم، نزيد الحليب تقريبا 4 كاس، يجي بحال قهوه وحليب. دابا انا محلا مجمعه معكم كنقول نعاود لكم شنو اللي الصراحه. الناس اللي كيكونوا كبار ما خصهمش ياكلوا الدقيق بزاف، دقيق بزاف واعر. ملي كيبداو يكبروا ما كيبغيوش، ماشي يبداو يكبروا، انا من 40 الفوق صافي بنادم خصو يبدا ينقص من الدقيق، من الزيت، من القلي، من داكشي التخربيق كله، يبدا ياكل حويجات اللي يكونوا صحيين بحال الشلايضات، بحال الفواكه، بحال حليوه. حتى لا حليوه ياكلها ما يكونش فيها الدقيق بزاف، ما كديرش الخبز بزاف، حتى لا الخبز يكون ديال الزرع. صافي دابا غنسقيها بهذاك الحليب والقهوه، ما درتش فيه السكر ولكن راه جات حلوه. انا نتوما تشوفوا غندير واحد لاصوص اخر غادي يكون فيه الشكلاط حلو. المهم درت كاس الحليب، كان ندير كاس صافي، ما نديرش اكثر من كاس لان غنزيد هاد الشكلاط. نتوما ديروا غير كاس على حساب، اولا كتروا الشكلاط وحده فيهم، كتروا الشكلاط من الاحسن باش تجيكم لاصوص كثيره. انا حتى درت كاس ونص وما كانش عندي الشكلاط بزاف، فهمتوا؟ يعني كان غير كاس على حساب داك الشكلاط اللي عندي. صافي غندوبو، غنبقى عليه حتى تيذوب، ومن يذوب غنخليه براد. هو ملي كيبرد كيجمد، فهمتوا؟ كيتجمع ما كيبقاش جاري، صافي كيولي صوص زوين. فكره سهله، نتوما خصكم تعرفوا الغرام ديال الشكلاط والغرام ديال الحليب باش ما يكونش الحليب بزاف ويجيكم جاري. انا هذا هو الخطا اللي درت، كاس ونص او ما عنديش الشكلاط بزاف، وما لقيتش اللي تسخر ليا نمشي نزيدها بالشكلاط. البنت كانت في المدرسه وانا كاينه بوحدي، ما عديت ديري تخرجي تسخريه مشكله. يعني صافي قلت ماشي مشكل كما خرج، ولكن نتوما حاولوا ديروا كاس. والشكلاط انا درت 100 دريه ديال الشكلاط. الشرا غادي كيبرد يبرد وصافي تيجمد، ماشي تيجمد يعني كيتجمع شويه ما كيبقاش.
صافي دابا بعد ما قاديتو خليتو شوية شربات مزيان، وتقبوا هاديك ملي تبغيو تخويو فيها الشكلاط ولا داك الصوص اللي درتلو ديال القهوة والحليب، تقبوا الحلوة مزيان عاد باش يدخل، وحتى دابا ملي درت هاد الصوص تقبوها، ولا اللي كيعرف يصاوب كاناج يدير كاناج وصافي. المهم انا درت داك الطريقة، ما بغيتش ندير داكشي فيه السكر، درتو مع الشكلاط ما زدتش السكر، ومع لاصوص ديال الشكلاط ما زدتش السكر، ومع لاصوص ديال القهوة والحليب ما زدتش السكر، حيت اصلا الحلوة حلوة والشكل كيكون حلو، وكتجي بهاد الشكل كتجي رائعة. جبت اللوز تا قليتو، المهم داك حيدتو من هداك حمرتو وطحنتو هكا بهاد الشكل ودرتو من الفوق. يمكن لكم ديروا اي حاجه، يمكن لكم ديروا فيها ميسيل ديال الشكلاط، يمكن لكم ديروا اللوز عفوا اللوز افيلي. المهم نتوما تزينوا باش ما بغيتو، هذا هو الشكل ديالها. ويمكن نقطعها هكا مربعات، كتجي مربعات بحال هذيك اللي كتباع في الباتيسري، كنلقاوها مربعات. نقطع بهذا الشكل هكا على حساب مربعات صغار، كتخليوها حتى كتشرب مزيان ديك الصوص ديالها وكلشي. كتقطعوها كتجي رائعه، وكتجي السكر كتجي هي ديك متعادله، يعني ما محلوش بزاف، ماشي ديك الحلاوه اللي كتلقاي ديك الحلاوه تكرهك فيها كاع تاكليها. وما كتجيش عاوتاني مسوسه، داكشي كتجي هي هذيك، تجي رائعه ولذيذه بزاف وساهله، يعني دغيا توجدوها. وهادشي اللي كاين بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم وتشجعوني، ديروا لايك وشوفوا لي الفيديو من الاول للاخر. الله يحفظكم، الله يسهل امركم يا ربي، يعطيكم داكشي اللي تتمنوه في خاطركم. وشكرا لكم بزاف، الله يسهل امركم يا ربي كاملين.